اوه يا ده الحلاوه دي يا ده. المكان المعتاد. عاملين ايه؟ الفيديو ده حرفيا متصور في يومين. بقى الاسبوع ده صور فيديو ما كنتش مجهز له في الحقيقه، لكن عملت اتفاق مع نفسي زي ما قلت لكم ان انا لازم كل اسبوع اصور فيديو، وده اللي خلاني ان انا اصور الفيديو ده في يومين عشان اعرف امنتجه النهارده بالليل وانزله بكره. صورت كام لقطه امبارح، غير ان انا اصلا كمان ساعه بالظبط بعيدا ان احنا مصورين من نص اليوم النهارده. فعلا النهارده كان هيحصل الشيء اللي بقالي 3 شهور ما كنتش عايز اوصل له، لكن الحمد لله عرفت اتغلب عن نفسي وهعملها. انا النهارده كنت واخد قرار ان فكره ان انا ما اصورش وارتاح شويه، لان انا بقالي فتره بجد ما برتاحش. يلا بينا، خليكم معايا. الحمد لله تغلبت عن نفسي اصور. ما ببدا تصوير ببقى مبسوط، لكن النهارده ما اعرفش ايه اللي خلاني ما اصورش الصبح، لكن انا فعلا ما عملتش اي حاجه النهارده الصبح. جو الفترة دي غريب بطريقة مش ممكن حرفيا، مع انه في شمس دلوقتي وجو حر، لكن كمان شوية ممكن تقلب برد وتمطر وبتاع. النهاردة الصبح يعني قلبت كده اليوم كله. الصبح كانت في شمس وبتاع، وفي نفس الوقت تلاقي مطرة، تحس انه ما بتاخدش راحتك وبتاع. غير ان انا معرفش انتوا شايفيني اصلا بسبب انه الشمس ورايا دلوقتي زي ما انتم شايفين. شمس اهي يا جماعة، مش عارفة مش هتشوفوها اكيد. كان في لقطة كده يا جماعة صورتها امبارح بالليل، كنت بتمشى جنب المية ولقيت المية عالية بطريقة جامدة جدا، فخش كده يا جماعه الميه عاليه جدا حرفيا. ما كانتش كده اصلا، كانت بتبقى نازله جدا، بس عشان الفتره دي مطره كتير جدا فالميه عليت قوي. بصوا انا هنا اصلا والميه اهي، شوفوا المركب دي تحسها في نفس الصف بتاعي حرفيا. المنسوب بتاعها عالي لانه الفتره اللي فاتت كان كلها مطر وبتاع. يا جماعه غير الجبال اللي هناك دي، كنت لما بصورها لكم في الاول كان بيبقى فيها تلج، دلوقتي ما بقاش فيه تلج خالص. دلوقتي احنا كالعاده هنروح من الناحيه دي، زي ما انتوا عارفين الجيم من الناحيه دي كده، نلف اللفه الكبيره دي عشان نوصل هناك. غير ان انا اصلا كمان ساعه بالظبط، الساعه دلوقتي انت ما تشوفش وشي، ما تشوفش وشي 5:55 دلوقتي، فانا كمان ساعه بالظبط و5 دقايق المفروض اروح الشغل. فخلينا نصور دلوقتي قبل ما نروح الشغل، وبعد كده نرجع نمنتج بالليل. قلت دلوقتي اطلع اجاوب على كام سؤال من الاسئله اللي انتوا سالتوها لي، غير انه في سؤال سالتوه لي كتير جدا اجاوب عليه الفيديو الجاي ان شاء الله، مش الفيديو ده لانه محتاج تصوير لوحده. ده في واحد بيسالني بيقول لي ممكن تصور فينيسيا اماكن سكنيه فيها. بصوا يا جماعه، في فيديو صورته في فينيسيا الصيف اللي فات، فتره طويله جدا، داخل دلوقتي فوق ال7-8 شهور. صورته كامل لكن ما نزلش بسبب انه كان صورته في موبايل تاني وحاجات زي كده. عيد انه الفيديو ده مش عارف هيطلع بكواليتي عامله ازاي، لانه متصور بالموبايل اللي فات مش ده، ولا متصور بالكاميرا اللي بصور بيها، فمش عارف في الحقيقه انزله ولا لا. فاللي عايز يشوف الفيديو يكتب لي تحت في الكومنتات. او بفكر اطلع فينيسيا تاني واصور فيديو، بس مش هيبقى بالشكل اللي صورت بيه الاولاني، وبقى بالكاميرا وحاجات زي كده. فشوفوا ايه اللي هيعجبكم اكتر وقولوا لي في الكومنتات، وانا هعمل اللي انتوا يعجبكم، فاهمين؟ وانتوا شايفين وشي من كتر التعب عامل ازاي اصلا يا جماعه؟ يعني انتوا شايفين وشي من كتر التعب عامل ازاي؟ ده اللي مخليني ان انا بدات تصوير في نص اليوم، لكن المهم دلوقتي ان انا بدات تصوير. المهم ان انا هعمل مونتاج النهارده بالليل، وان انا هنزل الفيديو يا بكره يا بعده بالكتير. السوبر ماركت الاول هو الجيم هنا كده يا جماعه. ده الجيم، بنزل من النزله دي، في نزله كده بنزلها بوصل الجيم، انتوا عارفينها طبعا بعدي عليها من على طول. والسوبر ماركت من هنا، لما ببقى عايز اطلع من الجيم واروح السوبر ماركت بلف اللفه دي. لكن خلينا نروح السوبر ماركت عشان هو بيقفل الساعه 8 وفاضل ساعه، وانا مش هقعد ساعه جوه بس، فهقعد اكتر. فخلينا نروح نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها الاول، بعد كده هنعدي على الجيم نقعد زي ما احنا عايزين. حر حرفيا، انا ما اعرفش، انا الصبح عشان كانت الدنيا بتبرد شويه نزلت بجاكيت شويه ونزلت بتيشيرت خفيف بس جم. مخليني بقى دلوقتي ميت حر يا جماعه، بجد مش طايق نفسي من كتر الحر. شوف عايزين نيجي نشوف عجله يا جماعه هنا. عجله ولا عجله منهم لذيذه، العجل ده مستعمل وبتاع. العجله دي ممكن تكون شويه حلوه لحد ما، لكن مش احسن حاجه برضه. العجل ممكن يبقى احسن كتير. العجله دي بصوا يا جماعه، العجله دي حلوه ازاي، كانت عجلتي شبهها كده لكن اتسرقت قدر الله ما شاء فعل يعني ب 140 يورو. فانت ممكن العجله دي اصلا تكون مستعمله وحالتها كويسه جدا، محتاج بس تنضفها، وتكون نفس السعر 140 يورو حاجه كده. كمية حر في المكان غريبة. غير اصلا السوبر ماركت يا جماعه بيبيعوا ثلاجات وبتاع، فالثلاجات صغيرة. شوف الثلاجة دي احطها في الأوضة عندي ولا ايه ده؟ في عجل هنا برضه لكن ما بيبقاش احسن حاجة. عشان نشوف الحاجات اللي هنبقى نشتريها. في بطيخة، انتوا عارفين البطيخ ده بيبقى طعمه حلو جدا يا جماعة، وغالي على فكرة. تطبيق البطيخ الصغير ده بيبقى معروف ان هو اصلا حلو هنا في ايطاليا. غير ده برضه، بس دول ما بيبقوش احسن حاجة، بيبقوا رخاص اصلا يعني شوفوا الفرق اصلا، ده بأورو 39 ده بأورو 59.
دلوقتي ربنا يوفقك يا ادم. بالنسبه للشغل المتاح حاليا، سؤال الشغل يا جماعه جاوبت عليه في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو اللي فات مش عارف هتلاقوه هنا، هيطلع هنا ولا حاجه، او هتلاقوه اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. شوفوا الفيديو اللي قبل ده على طول، فخشوا شوفوه. في واحد بيقول لي يا جماعه انه الفيديوهات ليه ما بتخشش في الموضوع على طول في الفيديوهات. انا ما بخشش في الموضوع على طول لان انا اصلا يا جماعه جاوبت عليها قبل كده، لكن هجاوب عليها دلوقتي بشكل احسن. انا ما بخشش في الموضوع على طول لان انا اصلا محتواي فلوجز يا جماعه. انا بصور يومي ماشي ازاي، رايح فين، سافرت فين، مكان جديد بيبقى عامل ازاي بالنسبه لي، يومي رايح فين كده. اصلا ده محتوى من الاول، فالفكره الجديده دخلت على المحتوى مش المحتوى اللي دخل على الفكره الجديده. ده حلوه دي والنبي حلوه. انا اصلا فكره ان انا اجاوب على اسئله دي اصلا دي كانت فكره جديده جت في بالي فقلتها لكم فعجبتكم فبقيت اعملها. انت بتتكلم بسرعه يا ادم، ما اعرفش ليه. عشان كده انا بجاوب على السؤال وشويه لقطات بره وشويه ده. هنجيب واحده من دي نفطر بيها الصبح، اي حاجه فيها كيندر يا جماعه. مقاطعه اوكي، مقاطعه. طبعا موضوع المقاطعه هنا في ايطاليا صعب، لكن الواحد لازم يعمل اللي عليه، فحاولوا تعملوا عليكم اقصى ما عندكم. لان يا جماعه اخواتنا فلسطين بيموتوا، انه الاطفال هناك مش لاقيين يشربوا حتى. اصلا عيب اصلا فكره ان انت يكون عندك امتحان او تحدي، فكره ان انت مش هتعرف تجيب شيبسي وتسقط فيه، تبقى وحشه اصلا في وشك، فاهم يا جماعه. برضو المقاطعه، بصوا المقاطعه انا في كام فيديو مثلت فيه فكره حاجات فيها مقاطعه، فانا اسف. من بعد كده ما بقيتش اعمل الحاجات دي خلاص، ولا اشتري حاجات فيها مقاطعه. اخواتنا في قطعوا عشان اخواتنا وولاد صغيره وبنات وستات وكل حاجه بيموتوا، فهي بتبقى عيبه اصلا فكره ان انت يكون عندك تحدي او امتحان بشيبسي وبيبسي وكولا وحاجات زي كده وما تقدرش ان انت ما تقاطعهاش، فعيبه في حقك حتى، فاهم. انا هشتري ازازه لبن برضه، غير زي ما قلت لكم اخر مره انه اللبن ده بيبقى التاريخ بتاعه لغايه شهر 8 واحنا لسه في شهر 5 دلوقتي. فدلوقتي اشترينا البتاع اللي هنفطر بيه الحليب. خلينا نجيب نوع الباستا ده يا جماعه برضه، لانه انا بحب النوع ده، ما اعرفش ليه بحبه جدا. ويكون مع الصلصه الطماطم بيبقى طعمها حلو جدا، مع حبه تونه جامده جدا. طبعا كنت لسه بقول صلصه طماطم، فهنجيب صلصه طماطم نوع ايطالي. فخلينا نجيب دي، ده بيبقى طعمه حلو. فخلينا نجيب اكو تشيكو ده، يبقى جواه جزر وحاجات زي كده، يبقى جاهز اصلا بتحطه مع الباستا وخلاص. نجيب لنا حاجه نشربها يا جماعه دلوقتي بجد عشان هموت اقسم بالله من كتر الحر. بتاع ده ساقع ويبقى طعمه حلو ومفيد للجسم كمان. نعمل الاكله كلها. انا بحب التونه دي، بعيدا انها غاليه، ممكن تكون اغلى تونه موجوده اصلا في المكان كله، لكن انا بحب التونه دي مع الباستا فعلا بيبقى طعمها حلو. ريو ودمير وغرمين دي بتقعد معايا حبه بعيده، فبجيبها بحطها مع الباستا. بستخدم واحده بس بحطها مع الباستا الطبق بتاعي وبس، تقضي معايا بقى، فاهمين. واحد بيسالني فكره، بيقول لي تنصحني اجي ايطاليا سياحه ولا لا؟ ايطاليا يا جماعه من احلى البلدان اللي ممكن تروحوها في حياتكم. هقولها لكم على طول، انا مقتنع باي بلد في العالم تروحها كسياحه غير خالص رؤيتها كواحد ساكن فيها. فايطاليا يا جماعه سياحه جامده جدا، وكسكن حلوه جدا كواحد يعيش فيها، فاهم. سياحه بتيجي اماكن كتيره قوي هتتفسح فيها، وكل مدينه هتروح هتلاقي فيها حاجه جديده، وفعلا حلوه للسياحه انت تقضي فيها 3 ايام 4 ايام، ففي اماكن كتيره هتروحها، فاهمين. فحلوه يا جماعه. بس عارفين اللوحه اللي هناك دي؟ هي دي فيها نازله كده، هو ده الجيم. مكتوب اصلا في اللوحه دي سبورت بالاتس، فهو ده المكان اصلا الجيم اسمه كده بلاتس، سبورت بالاتس باليسترا. والله تعيد. انت مخنوق، انا مخنوق من الدنيا اكتر من اللي جابوك. يلا عايز تنط بقى كده ولا كده؟ بس هي دي النازله. ننزل من هنا كده ويكون الجيم موجود. ننزل من هنا، اعتقد مش هعرف اخش بسبب ان انا لازم، ما اعتقدش ان انا هقدر اخش، لازم يا رب يكون في حد جوه. التراك بتاعي خلص ولازم ادفعه دلوقتي. ف هنا كده carissima. Che caldo. Fanno questa roba ma non risponde. Non so, facciamo le 70 euro la stessa cosa. È normale, sì. وصلنا الجيم دلوقتي، خلينا نخش نغير ونيجي. ندور دلوقتي على مكان، أول مكان. ده مكاني المفضل يا جماعة. أول ما أخش ألاقي المكان ده فاضي على طول. جاوبت على
فاهم، حبه اسئله كده، 4 اسئله 5 اسئله. مش راضي اجاوب على السؤال اللي اتسال لي كتير لانه ده لي فيديو لوحده، اللي هي ازاي ادرس في ايطاليا وهل في سكن جامعي، والحاجات دي كلها اصلا ليها فيديو لوحده وليها عالم تاني لوحده، فاهم. يا رب يكون الفيديو عجبك. الفيديو هيبقى بسيط جدا، لكن انا كنت لازم اصور فيديو النهارده، او كنت لازم اصور فيديو عشان انزل فيديو الاسبوع ده، لان عمري ما اكسر الاتفاق اللي مع نفسي. فيا رب الفيديو عجبك. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تعلم حاجه زر الجرس عشان تعرف كل جديد. بتكلم سريع قوي بس. سلام.